في البداية كده أولا صلي على النبي. تاني حاجة عايزك تركز معايا في الفيديو ده في كل كلمة بقولها ومتتخطاش أي ثانية من الفيديو، عشان هيقول كلام مهم جدا على كل نسخ أب كلونر، وهحل لك كل المشاكل اللي ممكن تظهر لك، وجايمع لك النهاردة 10 نسخ لأب كلونر من فيديوهات السابقة اللي أنا شارح عنها، ونسخ كده أصلا أنا مشرحتش عنها خالص. فكل حاجة في الفيديو هقولها لك، وأقول لك ازاي تحل المشاكل، وأقول لك على كل حاجة لها علاقة بالرابط اللي في الوصف، عشان الناس بتقول لي ما بعرفش أخش على الرابط. الموضوع سهل جدا، بس ركز معايا في الفيديو وأنا أقول لك على كل حاجة. بس افكرك باللايك، حط لايك عشان الناس كتير قوي بيتفرجوا وما بيحطوش لايك. انا جايب لك 10 نسخ، مش اي نسخه وخلاص، لا 10 نسخ، فانت قدرني وحط لي لايك كده. عملت اللايك كمل معايا الفيديو. بص كده مبدئيا معايا هنا نسختين. تاني حاجه بقى بص كده معايا كده، معايا اقوى نسخ اب كلونر، حرفيا اقوى نسخ مش هتلاقي فيها مشاكل، واي مشكله تواجهك انا اقولها لك، اقول لك حلها، واقول لك الاعدادات اللي انت لازم تعملها في النسخه عشان ما يجيلكش اي مشاكل. دي واحده من النسخ اللي انا بعتمدها وبستخدمها كتير. وعايز برضه اقول لك حاجه، ان مش كل النسخ انت شغال عليها على طول، مش مثلا تحمل نسخه في الاخر يفضل قاعد لي عليها سنه ولا ما اعرفش ايه، هي النسخه كلها شهر تقوم يحصل لها مشاكل، فانت لازم تدور على نسخه تانية. فانا جايب لك النهارده اقوى 10 نسخ من اللي انا بستخدمهم. فايه ركز معايا. اول حاجه عشان تنسخ اللعبه لازم تفعل الاعداد ديت. اول واحده كلوزنج مود وسكيب نيتف وتجاهل التوقف الكلي. دي اهم الاعدادات لازم تفعلها، وتنزل تحت كده تلاقي حبه خيارات اللي هي نو كيل وسيف مود، لازم تفعل الخيارات دي في كل فيديو بقولها لك، لازم تفعلها عشان تواجه اي مشاكل اللي هي من الشاشه السوداء والتوقف اللعبه بتقف وتجلش منك. فدي اهم الاعدادات. وتنسخ بقى اللعبه براحتك وكل حاجه تمشي معاك. انا نسخت بيها قبل كده. وبقى تشوف بقى انت موضوع الملفات بزيت ارشيفر. لو انت ما بتعرفش ازاي تركب ملفات في موضوع تاني خالص، هسيب لك رابط في الوصف في فيديو شرح ازاي تعمل الحاجات ديت، ازاي تنسخ بيس كليا يعني من اب كلونر. فانت ما بتعرفش روح شوف الفيديو. مش موضوعنا خالص موضوع الملفات دلوقتي. انا جايب لك دي النسخ اللي انا بستخدمها، احسن نسخ ما فيهاش مشاكل. انت ثبت كل النسخ وتشوف ني الاحسن منهم، ورابط كل النسخ ده تحت في الوصف. لو انت بقى ما عرفتش تخش على الرابط، هسيب لك برضه فيديو في الوصف ازاي تخش على الرابط من غير ما تستنى العداد. والله موضوع سهل جدا، عشان الناس بييجوا يقولوا لي ما نعرفش نخش على الرابط والموضوع صعب، انت مصعب لنا الموضوع ليه؟ كل حاجه تلاقيها في الوصف، والفيديو كمان اللي هو بقول لك فيه ازاي تختصر الرابط موجود في الوصف. تمام كده موضوع الرابط قوي. نخش بقى على موضوع اللي هي اهم مشكله بتواجه الناس، اللي هي كلمه منحه ماديه صغيره. بيقول لك لازم تتبرع بفلوس او اشترك في التطبيق، اعمل اي حاجه، المهم تدفع فلوس وخلاص. الموضوع ده ايه الحل ليه؟ الحل انك محمل نسخه اصلا اصليه بس مش معدله. فانا جايب لك النهارده نسخ اكتريتها معدله، بس في نسختين منهم اصليه. ممكن ما تظهرلكش المشكله، ركز معايا في الكلمه ديت، ممكن ما تظهرلكش المشكله. فانت جرب النسخ. الحل للمشكله ديت انك تفضل تحمل نسخ وتجرب لحد ما واحده تنفع معاك. انا ظهرت لي المشكله ديت قبل كده من حوالي يومين وانا بستخدم نسخه من النسخ، فببساطه قوي غيرت نسخه والموضوع اتحل معايا بسهوله. انت لازم أن يكون عندك اكبر كميه من نسخ اب كلونر لو انت بتحب تنسخ بس كتير، علشان تحل اي مشاكل عندك. وانا في الفيديو ده قلت لك ازاي تحل المشاكل، كل المشاكل اللي بتظهر في اب كلونر، وجبت لك اقوى 10 نسخ لاب كلونر هتلاقيهم كلهم في الوصف. فلو قلت لك انا ما بتعرفش تخش على الرابط، هسيب لك برضو فيديو في الوصف ازاي تخش على الرابط من غير ما تستنى العداد، والموضوع سهل جدا. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو. ما تنساش تعمل لايك وشير الفيديو وحشرك في القناه وفعل زر الجرس. اشوفكم في فيديو جاب صحه وسلامه. سلام.